الجزائريين ما يعرفوش ياسر أن وجدة كانت تاريخيا جزائرية من ما قبل الميلاد إلى غاية 1813. الدولة الجزائرية لما تأسست الدولة الجزائرية المعاصرة وعاصمتها الجزائر هذه، لما تأسست في بداية القرن السادس عشر تأسست ووجدة أحد أطرافها، كانت وجدة في وقت الدولة الزيانية التابعة لتلمسان، وكانت وجدة في النطاق الجغرافي للدولة الحمادية وللدولة الزيرية، وكانت وجدة تابعة لمملكة ألطافة، وقبلها كانت تابعة لنوميديا. فمنذ متى ووجدة تتبع المملكة المغربية؟ فنسأل سؤال تاريخي ونترك لكل مبحثه. راح تلقى أن وجدة سقطت بيد مراكش، الوقت هذا كان اسمها مراكش المملكة المغربية، في سنة 1813 لما ثار باي وهران على الجزائر العاصمة. أحد ولاة الدولة الجزائرية ثار على الدولة، فاستغل السلطان المراكشي هذيك الفوضى الواقعة